هتكلم عن الجولة التانية في 4 اتجاهات: الأرقام والتوقع والنقط الفنية وخمسة على القهوة. جولة أولى فيها أرقام تاريخية من الموقع الرسمي لليويفا. كريستيانو رونالدو مصمم إنه يحفر اسمه بأحرف من ذهب ويسجل اسمه كأكبر لاعب يقدم أسيستات في اليورو بعمر 39 سنة و138 يوم. أما بالنسبة لتوقعاتي، أفضل لاعب في اليورو توقعي لبلينجهام، وهداف اليورو توقعي للأمير هاري. تعالوا بقى للكلام الفني. في لعيبه صاحبه امكانيات عاليه جدا لكن في مركز معين، في حين لو اتنقل مركزه امكانياته بتقل، والكلام يقصد بيه لوكا مودريتش. لوكا في الاصل مع مدريد هو لاعب قريب من زون رقم 14، زون اللاعب البلاي ميكر، او في مناطق الهاف سبيس، وبيأدي فيها مودريتش بجوده عاليه جدا. لكن في دور تاني ليه متطلبات تانية، هو دور الدبلينج بلاي ميكر اللي بيقوم فيها اللاعب بعمليه صناعه اللعب من المربع رقم 5. بيعوز مقومات تانية موجودة أكيد في مودريتش لكن مش بنفس الجودة، عشان كده كانت ثغرة مع كرواتيا ضد ألبانيا. لكن الدور ده بالمقاس لتوني كروس مع ألمانيا. تعالى بقى الخمسة على القهوة. أول مرة نشوف كريستيانو ما بيطمعش في الكورة، وهو كان قريب جدا إنه يسجل هدف. شكلها كده روح الفريق.